واحد الكلمة كنقولوها في الدارجة ديالنا بزاف كتسمع مثلا كيقول لك هذا غير واحد الصديق ديال المصلحة، ولكن قليل فينا اللي كيريح ويسول راسو واش هادي غير صحبة ولا الحياة كاملة مبنية على واحد العلاقة اللي هي تبادلية. منين كتكون صغير كتسمع الهضرة ديال الناس اللي كبر منك باش تعجبهم، من بعد واحد النهار كتولي كبير، ولكن القاعدة كتبقى كيف ما هي. في الصداقة كتلقى واحد كتقول عليه صاحبي، ولكن إلا حيدنا الضحك وحيدنا الهضرة والخروج شنو غادي يبقى؟ وشنو كيعطيك؟ وشنو كتعطيه؟ هادو هما الأسئلة الحقيقيين. كاين الصديق اللي كيبغيك حيت كتسمع ليه، كاين الصديق اللي كيبغيك حيت كتضحكوا مجموعين، كاين الصديق حيت كتحلي المشاكل، كاين الصديق اللي طاح في شي مشكل كيلقاك حداه. ولكن دابا سول راسك بكل صراحة، إلا ما بقيتيش كتسمع ليه، ما بقيتيش كتضحك معاه اولا تعاونوا، واش غتبقى مازال شي صداقة؟ هاد السؤال كيخلع، حيت كيحيد ديك الصورة اللي زوينة درناها في بالنا على العلاقات. حتى في العلاقات العاطفية كنقولوا كنبغيك، ولكن شنو كتعني الكلمة ديال كنبغيك؟ كنبغيك حيت كتخليني نحس براسي مهمة، كنبغيك حيت كتسد واحد الفراغ، كنبغيك حيت ما كنبغيش نبقى بوحدي، اولا كنبغيك حيت كنبغيك. حتى الا ما عطيتك والو. واحد الفيلسوف قال واحد الجملة اللي زوينة: الانسان ما كيبغيش الاخر، كيبغي الاحساس اللي كيكون كيحس به ملي كيكون حداه. وهنا كيطيحوا بزاف ديال الماسكات. شي واحد كيكون معاك حيت كتقويه، ونهار كتضعف كيحيدك من حياته. شي واحد كيكون معاك حيت كتعطيه معنى، وإلا مشى داك المعنى كيخليك. وهنا كتجي الحقيقة المرة كيف ما كنقولوا بالعربية، ماشي كل علاقة خيانة، ولكن بزاف العلاقات فيها شروط. الحياة ما قالتش لنا بلي راه العلاقات نقية، اللي بغيناها تكون هكاك باش ما نجرحوش، حتى في العائلة، حتى في الأخوة، وحتى في الصداقات القديمة. واحد المفكر قال الإنسان كيدخل في العلاقات ماشي بقلبه، ولكن بالاحتياجات ديالو. الحاجة الحب، حاجة الاعتراف، حاجة الأمان، الحاجة لشي واحد يقول لك راك مهم. ولكن إلا تصدات هاد الرغبات كاملة، العلاقة كتولي ثقيلة، كتولي واجب، كتولي واحد الحمل، وكتولي كتسمع الجملة ديال تبدلتي، ولكن في الحقيقة ما تبدلتيش، غير ما بقيتيش كتلبي نفس الدور اللي كان قبل. وهنا خاصنا نكونوا صريحين مع راسنا، واش حنا اللي كنطلبوا الحب ولا كنطلبوا الخدمة اللي كتجي مع الحب؟ واش كنطلبوا الصداقة ولا كنطلبوا الفائدة اللي كتجي من ديك الصداقة؟ واحد الفيلسوف قديم قال: قليل هم أصدقاء كثيرهم المستفيدون. ولكن ما قالش هادشي باش نكرهوا الناس، قالوا باش نفهموا الواقع واللوجيك اللي غادي في الدنيا. ماشي كل علاقة خصها تكون تضحية، وماشي كل تبادل خصو يكون أناني، ولكن خصنا نعرفوا وقتاش نعطيو وعلاش نعطيو ولما لا نعطيو. كاينين واحد العلاقات اللي هما متوازنة، كتعطي كتاخد، كتسمع كيسمع لك. ولكن كاينين علاقات مختلة، واحد ديما يعطي، واحد ديما ياخد، واحد نهار هذاك اللي كيبقى يعطي بزاف حتى كينشف. واحد المفكر قال: ما كيجرحكش العطاء، كيجرحك انك عطيتي اللي ما كيستاهلش. وهذه واحد النقطه خصنا نوقفوا عندها ونتاملوا فيها. ماشي مشكل تعيش في علاقه اللي هي تبادليه، مشكل هو تعيشها وانت كتكذب على راسك، كتقول انا كنعطي بلا حتى شي مقابل، ولكن قلبك ديما كيبقى يتسنى المقابل. الحل ماشي نوليو انانيين، وماشي نقطعوا العلاقه ديالنا مع الناس. الحل اللي هو هنا هو الوعي، تعرف شنو كتعطي وشنو كتسنى، وتعرف باللي بعض الناس غادي يمشيو ملي تسالي الخدمه ديالك عندهم، وهذه ماشي هي نهايه العالم، وهذا بدايه النضج. واحد الفيلسوف قال: النضج هو انك تعرف شكون يبقى وشكون كان غير دايز. الحياه مبنيه على تبادل، واحد الحاجه اللي هي مهمه في الحياه، ولكن القيمه ديال الانسان ماشي في شنو كيعطيك لا كيفاش كيعطيك. حتى ملي ما كيبقى عندك والو كتلقاه في جنبك. وفي الاخر كنقول لك هاد الهضره ماشي باش تخرج من هاد الفيديو وانت كاره الناس ولا تشك في كل علاقه في حياتك. بغيتك غير تفيق باللي ماشي كلشي اللي قرب ليك باغيك، وماشي كلشي اللي عطاك من قلبه. وحتى انت يمكن عطيتي شي نهار باش تاخد، ما كنتيش واعي، وهذا ماشي عيب، دي طبيعه الانسان. الحياه غادي تبقى مبنيه على التبادل، ولكن دابا عندك الاختيار، اما تكون واعي بدك التبادل، او لا كيكون واحد التبادل اللي كيبقى يخويك من الداخل حتى كتسالي. واحد المفكر قال: الحريه ماشي انك تختار الناس، الحريه انك تعرف علاش اختاريتيهم. الا حسيتي بشي كلمه قاصك، ماشي حيت انا اللي قاصح ولا هضرتي لي جرحاتك، ولكن الحقيقه في بعض المرات كتطلبش داك الصوت العالي، كتطلب غير الصمت باش تكمل. وخلي في بالك اللي بقى معك حتى ملي ما يكون عندك ما تعطي،
راه قليل ولكن هو اللي كيسوى. الا عجبك الموضوع خلي معاك شي لايك وكومونتير وقول لي واش فايت لك شي علاقه تبادليه بلا ما تحس من قبل. وإلا وصلتي حتى للدقيقه كنبغي نقول لك اديو.